السلام عليكم، صحة فطوركم، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم حكايتي على قصة امرأة، قصة حقيقية. آمم، دارت ثقة في بنت خالتها، وفي الأخير عشّات بنت خالتها خطفت لها راجلها. تقول هذه المرأة إنه هي كانت حامل بتوأم ثلاثي، ولدين وبنت. وكانت متفقة هي وبنت بنت خالتها، أو هي اللي قالت لها إني راح لما تولدي راح نجي نقوم بيك، بما إنه هي كانت ساكنة في ولاية خلاف على أهلها. فبنت خالتها قالت لها أنا راح نسافر ليك ونجي أنا نقيم بيك، وأنا يعني كيما نقولوا إحنا بالجزائري، كيما نقولوا إحنا في الولاية نتاعنا، إنه أنا اللي نلاويك في هذيك الفترة. فهي كانت مدايرة نية، وربما حتى بنت خالتها كانت دايرة نية. ففي هذاك الوقت بعد يعني ما ولدت هذيك المرأة، راحوا ليها العائلة كامل. أمها وخاوتها، هي ما كانش عندها خاوتها يعني بنات، كانوا عندها 4 أولاد. وبنت خالتها يعني بعد ما راحت العائلة، بعد ما نفست هي، بنت خالتها بقات معاها في المنزل. طبعا كانت تلاويها يعني عادي، يعني كانت تتعامل معاها عادي. قالت إنها كانت ت يعني تمد لي الأولاد لمّا يبكوا، تمد لي نرضعهم، تجيب لي الأكل للشامبرا تاعي، تقوم بالدار، تنظّف، تغسل، تعمل كل شي. كانت تجي دايمًا تقصّر معايا. يعني قالت لمّا يدخل الراجل، يعني هو دايمًا كان كي شاف بنت خالتي كان يعني يتعمد إنه يتأخر ما يجيش للبيت، كان يخلينا ناخذوا راحتنا. قالت هكذا بقات الأيام، بقات وما إني وأنا كنت يعني بعد ما ولدت، كانت صحتي لا قد، يعني تعبت بزاف في النفاس نتاعي. ومن قبلها كنت تعبانة، يعني كنت نعاني، يعني كنت ما كنتش في حالة طبيعية في طول فترة الحمل. بما إني يعني بقيت مدة وأنا راقدة في الفراش، يعني ما كنتش زي أي نافسة عادية، يعني أنا كانت حالتي أكثر يعني. فيعني راحت الأيام يعني، وبقات بنت خالتي عندي فايت 40 يوم يعني وهي معايا. وبعدين أنا بديت نلاحظ تغيرات على زوجي، بديت نلاحظ إنه كان يعني ما يجيش للبيت بزاف، عاد يجي كل وقت، عادي كل وقت يعني. حتى بنت خالتي كنت نلاحظ عليها، هي كانت ما كانتش تضحك ولا تقصّر معاه، كانت دايمًا من تشوفه تهبّط راسها وتروح للشمبرة اللي كنا مخصصينها ليها، عاد تضحك وتقصّر معاه عادي، وتسلّم عادي يعني. فأنا لاحظت هذه الأشياء ومن بعد ما درتش فيهم، يعني قُلت معقول يعني زوجي يحبني وتزوجنا على حُب، وبنت خالتي مثل أختي ما درتهاش فيهم، ما درتش سوء النية فيهم. وبعدها تمُر الأيام حتى نلاحظ في بنت خالتي عاد ما تجيش تقصّر معايا، عاد تحط لي الأكل وتروح، حتى تسمع الصراخ تاع الأطفال ما تجيش تمدّهم لي حتى نعيط لها أنا. هكذا مرّت الأيام، سألتها فقالت لي إنه فقط هي تعبانة هذه المدة وتحجّت هكا. وبعدها لاحظت إنه زوجي يقعد في الصالة وهي تقعد ثما. مالا سألتها قالت لي فقط أنا نتبع في المسلسل اللي هو يتبع فيه. هكذا حتى عادت تروح تمد له هي الغداء والعشاء تحطهم له وتقعد تقصّر معاه. فلمّا واجهت زوجي، قال لي مثل أختي عادي يعني، لمّا تشوفِك أنتِ ما تحبّش تدور يعني. قُلت له: "ليه ما تجيش تتعشى معايا أنا، حتى أنت تتعشى مع بنت خالتي." فقال لي إنه "أنا ما نحبّش ندور ونجيك لإني نعرفِك تباتي قاعدة مع الأولاد يعني." وسألت بنت خالتي فقالت لي: "هو مثل أخي." هذه كلمة أخي أنا نحب نحط عندها تحتها 1000 سطر. يعني لو كان زوج الأخ مثل أخي، أو زوج الأخت مثل أخي، أو بن الخالة مثل أخي، أو زميلي في العمل مثل أخي، أو جاري مثل أخي، كان ربي في القرآن ولله المثل الأعلى كان قال لنا هاذمك أخواتك. فربي قال لنا هاذمك أجانب، يعني ربي حدد لنا الناس اللي يكونوا محارمنا والناس اللي يكونوا أجانب. يعني من المفروض من يعني الشريعة نتاعنا، من الدين نتاعنا، من حتى التقاليد، إنه بنت خالتك ما تبقاش معاك، تبقى معاك أمك، تبقى معاك عزوجتك، تبقى معاك أخت زوجك فقط، هاذ من اللي يبقاو معاك. يعني بنت خالتك حتى الأخت يعني
نقولوا إنها حتى لو بقات ما يكونش contact بينها وبين زوجك أبدًا. الناس يعني تحط البنزين أمام النار وبعد تبدأ تشكي راجلي سرقوه لي، راجلي خطفوه لي، يعني لا، هذه حاجة باينة يعني، امرأة وراجل ما يحلّهاش لا هي أكيد يعني راح يشوفها بشوفة أخرى يعني، أكيد هذه حاجة باينة. نكمّلوا القصة لأني نسيت فقط وين حبسنا. أنا معليش اسمحوا لي أنا مش مرتبة الأحداث اسمحوا لي مش مرتبة الأحداث لأني مرتبكة لأني فتحت القناة جديدة بس أنا نوعدكم إني نعطيكم قصص بزاف وعبر بزاف قصص من الواقع، أنا ما نقولكمش قصص ما صراتش، كلها قصص واقعية. المهم قالت لاحظت عليهم تغيير إنهم بداو يقصروا مع بعضاهم بداو كيما هكذا، قالت وبعدين بعدين إني رُحت خبّرت أمي هكذا وهكذا قالت لي: "روحي ما تامنيش، ما تديريش الأمان، ما تقرايش في الأمان، روحي اقعدي معاهم." قالت واحدة الليلة رُحت استيكيت روحي وجيت قعدت معاهم في السهرة هاذيك زعما حاطين مسلسل زعما يديروا فيّا حاطين مسلسل، فأنا بقيت معاهم وقُلت لهم اليوم جاية نتفرج معاكم مسلسل، قالت مالا راجلي ناض عيّط عليَّ صرّخ في وجهي وقال لي: "نوضي من هنا، نوضي روحي شوفي أولادِك." عفوًا، فأنا بقيت نبكي وقُلت له: "كيفاش أنا ما نقعدش معاكم ونروح نشوف الأولاد؟" قال لي: "لأ، لأ، لازم تروحي تشوفي الأولاد وأنتِ تعبانة وأنتِ." قال رُحت نمت هاذيك الليلة، رُحت رقدت في هاذيك الليلة، رقدت طول الليل وأنا نبكي، هو كان يبات في الصالة وبنت خالتي كانت تبات في الغرفة اللي مخصصينها ليها، فعيّطت لماما قالت لي: "لازم غدوة بنت خالتك تغادر المكان ما